السلام عليكم ورحمة الله. بعد انتشار خبر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بإيداع المؤثرة حفصة محيو الحبس المؤقت على ذمة التحقيق مع سحب جواز سفرها، خرجت سارة رجيل تتكلم على الموضوع وتوجه الرسالة للناس بخصوص الأخبار اللي راهي دايرة ضجة كبيرة. وقالت سارة: بصراحة شفت الخبر اللي راهو داير على حفصة محيو، وكل واحد راه يقول حاجة، واحد يقول دخلت للحبس، واحد يقول سحبت الباسبور، واحد يزيد عليها قص من عنده. بس حنا نقول حاجة وحدة: ما نستعجلوش في الحكم على الناس. إذا كان الخبر صحيح الجهات المختصة هي اللي راح توضح السبب والحقيقة كاملة، وإذا كان مجرد إشاعة لازم ثاني نكونوا واعيين وما نزيدوش ننشروا أخبار على الناس بلا دليل، خاطر في مواقع التواصل الاجتماعي الخبر يخرج في دقيقة، بصح تصحيح المعلومة يقدر ياخذ أيام. وتابعت سارة: أنا ما نحبش نحكم على حفصة ولا نقول هي واش دارت ولا علاش راهي في هذا الوضع، خاطر ببساطة ما عنديش التفاصيل الرسمية، نخليو التحقيق ياخذ مجراه، والناس اللي عندها المعلومة الصحيحة هي اللي تخرج وتوضح. ماشي كل حاجة تشوفوها في الفيسبوك ولا الانستغرام معناها راهي صحيحة، خاصة كي يكون الموضوع متعلق بشخص وحياته وسمعته. لازم الواحد قبل ما يشارك يسقسي وين المصدر، واش كاين بالتأكيد ولا غير صفحة نقلت على صفحة. نتمنى الخير للجميع، وإن شاء الله الحقيقة تبان في أقرب وقت. وإذا حفصة عندها قضية القانون هو اللي يفصل فيها، وإذا الخبر غير متداول وما عندوش أساس نتمنى الناس توقف نشر الإشاعات. خلونا نستناو الحقيقة قبل ما نحكموا على أي إنسان. وللتوضيح إلى غاية الآن النتائج متاحة تشير أنه الخبر إيداع حفصة محيو الحبس المؤقت وسحب جواز سفرها متداول عبر صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، ولم نجد أي خبر رسمي واضح. نتمنى الخير للجميع، وشوفوا كل واحد يحكم روحه أفضل. هذا الخبر ليس له أساس من الصحة، وسارة رجيل لم تصرح أي خبر عن صديقتها حفصة محيو.